مال وجاه وسلطة وقصر ترعرع فيها عبد الحميد. صور بالأمس لا تزال محفوظة، غير أن عجلة الزمن مكنتنا ونحن نقف اليوم بمنطقة السيدة القريبة من زنقة المسك على هذه الفاجعة. هو منزل العلامة. رائحته تشتمها ها هنا في كل مكان. تراه يضع يده تارة هنا عند هذا الباب، ويفتح تارة أخرى هذا الشباك، ويرقب وسط الدار عن قرب، لكن هيهات. الدار الأولى في السويقة موجودة في السيدة في ممر بن باديس. هذه الدار نتاعو راهي ما زالت الدرك، وإنما جات الدولة في الثقافة العربية، قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، جات الدولة خرجت الجيران وعطاتهم السكنة وقفلتها باش تخدمها، راهي ما خدموها والو زاد ترابت. كانت دار الشيخ عبد الحميد بن باديس، نعرفها ملي كنا صغار، تما كانوا الجيران ساكنين فيها. دار تما تاع الاصول القسنطينيه، تشوفي بعينك انت من الرخاء، من الدهليز، من المكتب تاعو هاو راب، واحد ما على بالو به. القجوره تاع مازالوا كيما راهم، كيما البيت تاعو، كيما عنده الدهليز تاعو لتحت. الدهليز تاعو يخرج طريق جديده لتحت. 2013 2014 جا قال لك امر من الوزاره تاع خالده تومي، قال لك فرغوا الدار، جاو فرغوا السكان اللي كانوا فيها، داو من الماسينيسا، بداو يخدموا، بداو يخدموا، كسروا، نحاو الحيوط، نحاو القرموط تاعها، داروا الزنقل. مون با عامين 2015 ما يوجعني قلبي، انا صغير يوجعني قلبي، يوجعني قلبي. ما يعرفوش التاريخ، كون جاو يعرفوا التاريخ ما يديروا لا شك. هنا من قلب مدينة قسنطينة العتيقة والعتيقة جدا، وخلف دفتي بابه، نلج هذا التاريخ المنسي في عاصمة الشرق الجزائري سيرتا. قيرتا تتعدد أسماؤها، لكن التاريخ يحفظ العلامة عبد الحميد بن باديس. في وسط هذا الخراب الذي تحول بين ليلة وضحاها إلى تاريخ منسي، ولد علامة وصاحب ورائد النهضة الفكرية الإسلامية هنا من مدينة العلم والعلماء بقسنطينة. للأسف ذاته العلامة الذي بيته الذي يعد ويعتبر واحد من المنازل والقصور المنسية التاريخية التي حفظها التاريخ ونستها الإطارات المسؤولة، نقف عليه اليوم في حالة من الخراب الكارثية. هل هي خراب أو تعكس صورة خراب فكري لإطارات المسؤولة بقسنطينة؟ العلامة عبد الحميد بن باديس ولد هنا وترعرع في الكثير من المناطق.